من آلاف السنين حكم البشر الكوكب واخترعوا فيروس، لكن كان الفيروس دوت السبب في إنه أنشأ فصيلة ذكية من القرود، لكنه سلب ذكاء البشر وقدرتهم على النطق. وكان البشر والقرود عايشين مع بعضهم في سلام لحد ما جه ملك القرود واسمه سيزر وهزم البشر وسيطرت القرود على كل حاجة. وده اللي هنحكي تفاصيله في الملخصات الجاية إن شاء الله. بس قبل ما نكمل حكايتنا النهاردة ما تنسوش تشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفونا وتعملوا لايك للفيديو. نيجي بقى لسيزر اللي بعد رحلة كفاح طويلة مات والمملكة كلها كانت حزينة عليه في الجنازة بتاعته. وبعد سنين كتير تقدر تقول كده 300-400 سنة كان في 3 قرود أصحاب، وكان أكبرهم اسمه نوا وصديقه أنايا وصديقته سونا، وكانوا بيدوروا على عش للنسور علشان ياخدوا منه البيض. وعلشان نبقى فاهمين إن ال3 قرود دول من عشيرة النسور، ولازم كل واحد فيهم لما يوصل لسن معين يكون مربي نسر، علشان كده بياخدوا بيض النسر علشان يربوه على طريقتهم. بعد ما لقوا عش للبيض لقوا فيه 3 بيضات بس، وعلى حسب القانون بتاعهم انهم ما ياخدوش البيض كله، لازم يسيبوا بيضه في العش. فنوى ضحى بنفسه وودى اصدقائه البيضتين. وبعد شويه بيشوفوا عش للنسور تاني بس بيكون موجود في مكان عالي شويه، فقدر نوى انه يتسلق على الاشجار وفعلا وصل للعش، لكن بسرعه تيجي النسر الام وبتضرب نوى على وشه، فوقع نوى وما قدرش يمسك نفسه، واصحابه جريوا عليه وهو بيقع، لكن ربنا ستر وقدر ينقذ نفسه ويمسك في فرع الشجره، لكنه فعلا قدر ياخد بيضه من العش قبل ما يقع. وبعدها بيروحوا كلهم يركبوا احصنتهم، لكن هم ما لقوش البطانيه بتاعتهم على الحصان، وشافوا حد بيتحرك في الغابه كلهم جريوا وراه، وفجاه بيلاقوا البطانيه متعلقه على خشبه قدام النفق اللي بيودي على الوادي. ولانه ممنوع على عشيره النسور انهم يعدوا الناحيه التانيه من الوادي، خدوا بطانيتهم ومشوا وركبوا على الاحصنه وراحوا قريتهم. وهنا بنشوف ان العشيره كلها متعايشه مع بعض في حب وسلام، كلهم بيعرفوا يتكلموا وعاملين مباني وعايشين فيها، وان حياتهم بقت احسن من زمان. فلما قابل نوى امه وطمنت عليه قالت له يطلع يروح لابوه علشان عايزه، بس علاقه نوى بابوه ما كانتش قد كده. المهم طلع لابوه اعلى المبنى الكبير، ودخل نوى لابوه اللي كان في نفس الوقت هو قائد العشيره بتاعتهم، وبنشوفه مربي نسور كتير في المكان، وكان منهم نسر واسمه سيد النسور، لكن النسر دوت ما كانش بيحب نوى وما كانش بيسمع كلامه. وبعد ما اطمن عليه ابوه وعلى المخاطره اللي عملها علشان يجيب البيضه، شم ريحه بني ادم، فنوى اداله البطانيه اللي كان عليها دم بني ادمين، وحكى له اللي حصل، وقال له الاب ان اللي خد الغطا دوت بني ادم، وان البشر دول احنا ما شفناش منهم كتير من زمان، واغلبهم موجودين ورا الوادي، ولو قدروا يعدوا الوادي هيبقى في خطر كبير علينا، وطلب من القرد اودا انه يروح ويخلص عليهم. وبعدها بنشوف نوى قاعد مع اصحابه، بس كان مستغرب ليه ابوه عايز يقضي على البشر وليه هم خطر عليهم، مع العلم انهم دلوقتي بعد سنين كتير من موت سيزا، يعني اغلبهم ما يعرفوش حاجه عن البشر. بعدها بيحس نوى بصوت موجود في المكان، وصوت حد بيجري، فبسرعه بتظهر له بنت بشريه لكنها بتهرب منه بسرعه ومعرفش يمسكها، لكن للاسف البيضه بتاعته بتتكسر، وقعد مع اصحابه وما كانش عارف يعمل ايه بعد ما البيضه اتكسرت، خصوصا ان عندهم احتفال تاني يوم ولازم تكون البيضه معاه في الاحتفال. وقال لهم انه هياخد حصانه دلوقتي ويطلع للغابه، مش هيرجع الا لما تكون في بيضه معاه. وبعد ما مشي مسافه بعيده فجاه وقف وشاف خناقه بين 2 من القرود، فنزل من على حصانه وراح ناحيه صوت الخناقه، ولقى قردين لابسين قناع ميتين، وفجاه بيجيله من وراه اودا وهو على وشك الموت، وبيقول له اهرب بسرعه في اعداد كتير هنا، وبيقع ميت. وراح نوى استخبى ورا الاشجار لما سمع صوت قردة كتير جايين، وفعلا جم مجموعه كبيره منهم وكلهم كانوا مقنعين، وكان معاهم سيلفا مساعد القائد بتاعهم. ولما شاف البطانيه اللي مع اودا عرف ان في بشر موجودين في المكان، وافتكر ان اودا مخبي بني ادمين عنده، لكنه شاف الحصان بتاع نوى وامر الجنود انهم يروحوا ورا الحصان علشان يقبضوا على البشر، وكان معاه رمح كهربائي، فضرب الحصان بالرمح ده فجري وكلهم جري وراه. لكن نوى لما شاف الكلام ده اتجنن، لانه عرف انهم رايحين على قريته ويقتلوا كل اهل القريه، فجري بسرعه على القريه علشان يلحق يحذرهم، لكنه لما وصل كان سيلفا وصل قبله واشعل النار في القريه كلها، وسيلفا وجنوده بيخطفوا ويقتلوا في كل اهل القريه، وكانوا بيهتفوا من اجل سيزر من اجل سيزر. ووقف نوى مش عارف يعمل ايه وينقذ مين ولا مين بالظبط، وفضل ينده على سونا وانايا، لكنه شاف امه وراح لها بسرعه وبتقول له انهم خدوا سونا وانايا، وبتقول له اطلع لابوك ساعده، لكن واحد منهم هجم على نوى وكان هيقتله، بس امه هجمت عليه وقالت له روح لابوك بسرعه. وطلع بسرعه نوى لابوه اللي لقاه بيفك كل النسور اللي كان رابطها عنده، لان المكان بيولع، فساعدوا نوى بسرعه، لكن بسرعه سيلفا دخل عليهم وبدا يضرب ابو نوى بكل عنف، فاتدخل نوى على سيلفا ونط على ظهره
لكن سيلفا حدفه بعيد وكان هيقع، لكنه اتعلق بحبل كان موجود ووقع ابو نوا قدام ابنه وداس عليه سيلفا، ومن اجل سيزر كهرب سيلفا الحبل ووقع نوا واغمى عليه. بعد شويه بيفوق نوا وبيشوف ان القريه كلها اتدمرت، المكان بقى فاضي، لكنه بيشوف الحصان بتاعه بيرقى معاه الرمح الكهربائي بتاع القردة المقنعة فبياخده معاه، وكمان بيشوف النسر سيد النسور بيحوم حوالين جثة أبوه، فبيفضل إن هو يعيط وبيوعده إنه هينتقم من اللي عمل كده وبيدفن جثة أبوه، وبيركب حصانه وينطلق يدور على القردة المقنعة دول، لكنه بيشوف آثار الأقدام بتاعتهم بتودي على ما بعد الوادي، فكده علشان يوصل لهم لازم يعدي الوادي، وده كان ممنوع عليهم، فغضب نوا جدا لكنه عدى الوادي في الآخر. وهنا بيكتشف نوا ان اللي بعد الوادي المدينه اللي كان عايش فيها البشر زمان، لكنها دلوقتي متدمره، لكن وهو ماشي بيلاقي الوشاح بتاع امه واقع على الارض، فنزل بسرعه وخده وعرف انه ماشي على الطريق الصح وان امه لسه عايشه. وفجاه الجو بقى فيه برد شديد وقرر يبيت في المكان ده، وصحي تاني يوم على صوت النسر سيد النسور وحاول يلطف الجو معاه ويبقى المالك بتاعه زي ابوه، لكن النسر رفض وضربه على وشه، وكمل نوا طريقه وهو ماشي شم ريحه دخان، وراح علشان يشوف ايه مصدر الدخان ده وهو معاه الرمح الكهربائي، لكنه فجأة بيقع من على الأرض وبيلاقي نفسه واقع جنب جثة بتتحرق. في نفس اللحظة دي طلع عليه قرد تاني وبيثبته بالرمح الكهربائي اللي كان معاه، وقال له انت جيت هنا تعمل ايه؟ انت مش تبع القردة المقنعة وجاي هنا علشان تقتلني؟ فقال له نوا لا، وان القردة دول خطفوا عشيرتي، انا بحاول الاقيهم مش اكتر من كده. فساعده القرد دوت وقال له انا كنت من القرية ديت، وعرفه على نفسه ان اسمه راكا وانه كان عايش مع صديقه، لكن القردة المقنعة شافوه وقتلوه، وانا كنت بخبي كتب لان الكتب كنز مش اي حد هيفهمه. فقال له نوا انا سمعت القردة دول بيقولوا من اجل سيزر، مين سيزر ده؟ فبدا راكا ياخد نوا ويحكي له كل حاجه وتاريخ القردة دول، وان المكان ده كان عايش فيه جماعه سيزر، وانهم كانوا متعايشين مع البشر، وان سيزر كان القائد اللي عمل للقردة اسم وجمعهم مع بعض، لكن قائد القردة المقنعة هو كذاب مش اكتر من كده وملوش علاقة بسيزر خالص. وبعد كده ورد له راكا القلادة بتاعة سيزر وقال له ان ده رمز سيزر وانه هيفضل شايلها علشان يفتكر ان البشر والقردة ممكن يعيشوا مع بعض، وانا لحد دلوقتي ماشي على خطى سيزر ولما بشوف اي بشري بساعده واقف جنبه. بعد كده مشوا مع بعض بالحصان، اتكلموا مع بعض وتعرفوا على بعض اكتر، ولما جه الليل عليهم خيم راكا ونوا ولعوا النار علشان يتدفوا وبداوا ياكلوا تفاح، لكن البنت اللي ظهرت لنوا قبل كده ظهرت لهم تاني وحدف لها راكا تفاحة علشان يساعدها، بيقول على البشر دلوقتي انهم غلابة ومساكين ويستحقوا العطف. فقربت البنت منهم وقعدت ولقاها راكا بردانة جدا، فخد الوشاح بتاع والدة نوا وده لها وقرر يسميها راكا باسم نوفا. بيقول ان التاريخ بيقول ان القردة فضلوا طول عمرهم يسموا اي بشري مش عارفين اسمه باسم نوفا. وبعد شويه نام راكا، لكن نوا فضل صاحي وفضل يلف في المكان، بالصدفه دخل مكان لقى فيه تلسكوب عملاق جدا، فضل يبص منه على الفضاء وكان مبهور باللي بيشوفه لانه اول مره يشوف صوره للفضاء في حياته. لكن فجاه بتيجي نوفا وهي كمان بتشوف التلسكوب ده بتبص فيه وكانت برضه مبهوره بيه هي كمان. وبعدها قابل راكا بيقول له ان نوفا ذكيه ولها رد فعل وبتفكر زي القرود بالظبط، لكن راكا ما صدقش كلام نوا وعرض راكا على نوفا انها تركب الحصان وتمشي معاهم، فوافقت نوفا على كده وراحت معاهم على الحصان ورا راكا وكملوا طريقهم. وفجاه وقفوا لما شافوا حمار وحشي قدامهم، وكانوا اول مره يشوفوا حمار وحشي وفهموا ان في قطيع منه موجود، والمفاجاه كمان انهم لقوا مجموعه تانية من البشر واقفه بكل بدائيه وبتشرب ميه من البحيره كانهم حيوانات. ونوفا كانت زعلانه جدا على الحال اللي وصل ليه البشر، وقرر نوا انه يكمل طريقه ويدور على عشيرته ويسيب نوفا مع بني جنسها. بيقول لراكا خليك معاهم وعلمهم، فسلم عليه راكا واداله قلاده سيزر ومشي نوا يدور على عشيرته. لكن المفاجاه ان بعد ما مشي نوا حضر سيزر ورجالته للمكان وبداوا يخطفوا ويقتلوا البشر الموجودين في كل مكان، وجريت نوفا منهم في رعب وبعدت عن راكا. في نفس الوقت بيشوفهم نوا من بعيد وشاف نوفا بتجري في رعب وفضلوا يجروا وراها هي بالتحديد لحد ما قدرت تستخبي بينهم في الزرع، لكنها شافت نوا من بعيد بينده عليها هي وراكا، فقررت نوفا انها تقف وتنده على نوا بصوت عالي، فسمعها نوا لكنه استغرب جدا لانه كان فاكرها ما بتنطقش، فجري عليها سيلفا بسرعه علشان يقتلها، الا ان نوا كان اسرع منه وقدر ينقذ نوفا من سيلفا في اللحظات الاخيره. لكن هجم عليهم واحد تاني، لكن بيظهر راكا وضربه ويمشوا مع بعض هما الثلاثه. ولما بعدوا عن المكان وقفوا ونزلوا يستريحوا شويه، لكن نوا كان مستغرب من نوفا جدا وقال لراكا انه شاف نوفا بتتكلم، لكن راكا لسه بيقول له انت اكيد غلطان وان مفيش بشر بيتكلم. لكن فجاه بتقاطعهم نوفا واتكلمت وقالت انا ما اسميش نوفا، انا ليا اسم تاني، انا اسمي
ماي. اتفاجئوا هما الاتنين بكلامها وكانت الصدمه باينه عليهم، وقالت لنوى انها بتعرف مكان عشيرتك. بعد شويه قالت لهم انها بتعرف تتكلم لكنها كانت خايفه منهم علشان كده ما كانتش بتتكلم، وكمان هي ما كانتش بتطمن لهم، لكنها دلوقتي هتتكلم عادي لانها بقت بتطمنها خلاص ليهم. وقالت لهم انها عارفه مكانهم وانها كانت رايحه لهم من الاول علشان حاجه معينه، لكنها ما قالتش ايه هي بالظبط الحاجه ديت، وقالت لهم هقول لكم عليها بعدين، وان في كتير من بني جنسها موجود هناك. وبالليل قعد نوى يحاول تصليح الرمح الكهربائي لحد ما فعلا عرف يصلحه. وتاني يوم هم بيكملوا طريقهم شافوا كوبري بيعدي فوق نهر، والكوبري دوت لازم يعدوا من خلاله. والمفاجاه ان سيلفا طلع لهم هو ورجالته وهجموا على نوى وحاولوا يخطفوا ماي، وقعت في النهر فعرفت تمسك في شبكه وحاول راكا ينقذها، لكن الشبكه اتقطعت ونزل لها راكا الميه علشان ينقذها، وفعلا عرف يطلعها من الميه. لكن هو بيحاول ينقذ نفسه جه واحد من القرده المقنعين وقطع الحبل اللي رابط الشبكه علشان يموت في النهر، لكنه قال لهم قبل ما يموت خليكوا اقوياء، وزعل عليه نوى وماي جدا واصبحوا اصدقاء بعد كده. وطبعا رجاله سيلفا قبضوا على نوى وماي وراح بيهم سيلفا على المملكه، فدخلوا مكان كله قرده كتير وفكوا حبل نوى وسابوه مع باقي القرده. لكن نوى شاف ان باقي القرده بيبنوا زي سد في المكان علشان يحموا المملكه من الغرق لانها كانت بتطل على البحر على طول. لكنه لقى سونا صاحبته وفرح بيها جدا، وسونا خدته عند امه وفرح نوى جدا انه شاف امه. لكن ماي بتشوف ان سيلفا خدها فوق في اوضه وكان باين عليها انها مترتبه وحلوه، وطلع بني ادم تاني لماي واسمه تريفا سان، ورحب جدا بماي، كان عايز يتعرف عليها لان مفيش بني ادمين تاني. لكن ماي ما كانتش عايزه تتكلم معاه وقالت له انت بتساعد القرود وعايش خادم عندهم، وهو حاول يفهمها ان هو ده الواقع دلوقتي وانها لازم ترضى بيه. لكنهم توقفوا عن الكلام لما سمعوا اصوات صفارات عاليه جدا ولقوا ان كل القرده واقفين بيحيوا القائد بتاعهم. وطلع قرد اسمه بريك وقف هتف في القرده وفضل يحمس فيهم وحسسهم انه سيزر بجد. بعدها امر سيلفا انهم يفتحوا الباب العملاق هو ورجالته، وحاولوا فعلا يفتحوا الباب بكل الطرق لكنهم فشلوا في الاخر لان الباب كان عملاق جدا وصعب انهم يفتحوه. وبعدها قعدت ماي مع تريفا اتكلموا على مساعدته للقرده وانه بيساعدهم على فتح الباب اللي بيودي على الاجهزه والاسلحه اللي فضلا من التكنولوجيا بتاعتهم قبل ما يسقط الجيش بتاعهم. لكن تريفا حاول يقنعها ان البشر مستحيل يرجعوا تاني وان الزمن ده هو زمن القرود ولازم نقبل بكده. وبعد كده بنشوف سيلفا بياخد نوى وراح بيها على بريك، ولما دخل عليهم لقى ماي وتريفا قاعدين على ترابيزه الطعام، وقعد بريك معاهم وقال لنوى انا سمعت انك ذكي جدا علشان كده عايزك معايا تساعدني، وقال لهم انه بينفذ كلام سيزر انه مع بعض اقوى بكتير، علشان كده هو بيجمع كل القرده من كل مكان علشان هو رافض فكره العشاير وعايز القرده كلهم يكونوا واحد بدون تفريق، وانه هيجي يوم عليهم يبقوا متطورين زي ما كان البشر متطورين زمان. بس المشكله ان ده هياخد وقت وانا عايز اشوف التطور ده بعيني قبل ما اموت. وانه عرف ان الباب العملاق دوت بيودي على الاسلحه والاجهزه بتاعه البشر، فاحنا دلوقتي لو فتحنا الباب وخدنا التكنولوجيا ديت هنتطور جدا. وبعد كده فضل يكلموا ويشككوا في ماي وانها ما قالتلوش الحقيقه وانها كانت مع اشخاص تانيين عايزين يقتحموا القبو ده، بس انا قبضت عليهم وعرفت منهم ازاي يفتحوا الباب، لكن القرده قتلوهم كلهم ما عدا ماي اللي عرفت تهرب منهم، وعلشان كده كنت بحاول اوصل لها. ونوى استغرب جدا من الكلام ده وان ماي كانت بتضحك عليه كل الوقت ده، وسالت بريك هي قالت لك على طريقه فتح الباب، فقال له نوى لا ما قالتش حاجه. وبعد كده سابهم بريك يمشوا. بعدها قعد نوى مع نفسه شويه وقال انا زي ما وعدت ابويا انا هنتقم من بريك وهنرجع زي الاول. وهنا بيجي النسر سيد النسور ويقف على ايد نوى وبقى راضي عنه. وبالليل يروح نوى وقابل ماي وقال لها انا عارف انك ما بتحبيش القرود وانت كنت بتكدبي عليا علشان تاخدي اللي انت عايزاه. فتاسفت له ماي وقالت له انا كنت خايفه لاني هربت منهم بالعافيه لما قتلوا كل اصحابي اللي كانوا معايا، فقال لها انا هساعدك تدخلي القبو ده رغم اني مش عارف ايه اللي جواه وانت عايزه منه ايه بالظبط. لكن طلب منها انها تحكي له على اللي حصل زمان، فقالت له ان البشر زمان عملوا فيروس خلوا القرده اذكى بكتير وللاسف خلى البشر زي الحيوانات، وان القرده زمان كانوا ما بيتكلموش وان البشر هم اللي كانوا مسيطرين. وهي دلوقتي عايزه تخش القبو علشان تجيب حاجه معينه هتساعد البشر انهم يرجعوا زي ما كانوا عليه زمان. وكان نوى مستغرب جدا لانه اول مره يسمع الكلام دوت، وخد نوى ماي علشان يبداوا التنفيذ، لكنه قابل سونيا وانايا وطلب منهم مساعدتهم ويكونوا معاهم، فوافقوا على طول. بدات ماي تشرح لهم الخطه وازاي ينفذوها، وبدات هي في صنع متفجرات كتيره جدا وبدات توزعهم على السد اللي بيحمي المملكه. ولسه هيمشوا ظهر لهم تريفان بيقول لماي انا كنت فاكرك ذكيه بس للاسف طلعتي غبيه. حاولت ماي تقنعه لكنه رفض وسابهم علشان يروح يبلغ بريك، لكن ماي هجمت عليه بسرعه من ظهره وقتلته ورموا جثته في الميه. بعد كده راحوا للباب من الناحيه الخلفيه لكنهم كانوا لازم يتسلقوا جبل عملاق، وبداوا بالفعل في تسلق الجبل لحد ما وصلوا لقمه الجبل ووصلوا للمنفذ الترفيهي بتاع القبو ودخلوا منه ووصلوا لداخل القبو وشغلت ماي الكهرباء ونورت المكان كله. وبعدها سابتهم وراحت تجيب الحاجه اللي هي عايزاها،
ونوى واصحابه بداوا يتفرجوا على المكان وكانوا مبهورين ومستغربين جدا. وراحت ماي لغرفه التحكم واخدت هارد عليه بيانات مهمه جدا، وخرجت لنوى وقالت له خلاص انا خدت اللي انا عايزاه، يلا علشان نخرج. وطلعوا ناحيه القبو وكانوا متفقين انهم اول ما يفتحوا الباب يدمروا السد والكل نايم ويغرقوا المكان. لكنهم اول ما فتحوا الباب لقت بريك في وشها، والصبح كان طلع وكل القرود كانوا واقفين قدام الباب. ودخل بريك القبو وشاف التكنولوجيا والاسلحه اللي فيه، وكان مبسوط جدا انه قدر يحقق الحلم اللي كان بيحلم بيه. لكنه مسك سونا وكان هيقتلها قدام نوى علشان يعاقبه على مساعدته لماي. في الوقت دوت طلعت ماي مسدس كانت جايباه من جوه وضربت القرد اللي ماسك سونا وقتلته. وبعد كده بصت لنوى وقالت له انا اسفه، وراحت جريت بسرعه وفجرت السد. وطبعا الكلام دوت ضد رغبه نوى، لان المفروض السد بينفجر ومحدش من القرده يحصل له حاجه. لكن دلوقتي الميه بتغرق السد وفي قرده كتير هتموت. ودخل مجموعه صغيره منهم القبو علشان يستخبوا فيه، لكن الميه ما سابتش مكان الا ودخلته، وبدا يموت كل القرود اللي في طريق الميه بالغرق. وماي كانت شايفه كل اللي بيحصل وكانت زعلانه، بس المهم عندها انها ما خلتش بريك يوصل لكل الاسلحه اللي جوه القبو. ونرجع لنوى هو وعشيرته اللي فضلوا يهربوا ويجروا هنا وهناك. الموضوع كان صعب جدا عليهم، وبدأت تتحرك الحاجات الحديد والأسلحة في المكان وتخبط في أي حد. وطلع سيلفا لنوى وبدأوا يتحركوا مع بعض لحد ما انزلق سيلفا في حتة ضيقة والمية غرقته ومات. ونوى طلع لأمه والباقي القرود عن طريق منفذ التهوية بتاع القبر. لكن فجأة بريك وطلع عليها على طول ومسك نوى وضرب فيه بكل غل، بيقول له أنت فاكر لما تتعاون مع البشر هيرحموك؟ دول مش هيسيبوا أي حاجة غير لما يرجعوا الأرض ليهم تاني، وإحنا نرجع عبيد بعدها. وامر بريك نوى انه يركع له ويرحمه. فبص نوى في السماء وشاف النسور، ففضل يغني للنسور زي ما ابوه كان بيغني زمان. واتحمست العشيره كلها وبدات هي كمان تغني للنسور مع نوى. فنزل كل النسور وهجمت على بريك وفضلت تنهش فيه. وفي الاخر جه سيد النسور ورماه من فوق، ونزل بريك في البحر ميت. وقال لهم نوى يلا نرجع لديارنا تاني. ورجع نوى مع عشيرته لقريته من تاني، وبداوا يبنوها من اول وجديد. واصبح نوى هو الزعيم، وبقوا عايشين في سعاده لحد ما نوى لمح ماي واقفه من بعيد، فراح لها فلقاها جايه علشان تودعه. فكان متضايق جدا منها لانها تسببت في موت القرده كتير، فتاسفت له. لكنها قالت له ان الارض ديت من البدايه ملك للبشر مش ليكم، فلا تحبي نرجع حيوانات علشان ترتاحي. وقال ان بريك كان صادق لما قال انكم مش هترحموه حد لو رجعتوا تاني، واننا هنبقى عبيد عندكم. وداها القلاده بتاعت سيزر علشان تفتكر ان القرده والبشر ممكن يعيشوا مع بعض. فخدت منه ماي القلاده وهي متاثره جدا، رغم انها كانت خايفه في الاول منه وكانت ماسكه مسدس ورا ظهرها. بس دلوقتي هديت وخدت السلسله منه ومشيت. وبعد كده بتروح عند مكان زي الملجأ تحت الارض. ولما وصلت لباب الملجأ دوت طلعت لها واحده خدت منها الهارد وودعتها، ودخلت الملجأ بسرعه ودخلت الهارد في جهاز اتصالات عملاق. واشتغل الجهاز اللي ما كانش هيشتغل من غير فك التشفير بتاعه، والتشفير اتفك عن طريق الهارد اللي خدته ماي من القبو. وبقوا قادرين يتواصلوا مع باقي البشر حول العالم، وبقى اي حد معاه جهاز لاسلكي يقدر يتواصل معاهم. ونشوف ماي واقفه قدام اطباق الاتصال، ونوى كمان كان بيبص من التلسكوب. لكن هنا بنعرف ان الناس اللي في الملجأ دول ما طلعوش من الملجأ من ساعه ما انتشر الفيروس، وانهم اتكسروا مع بعض داخل الملجأ. وان الست اللي طلعت لماي كانت لابسه بدله واقيه، وماي ما كانتش لابسه حاجه. المهم بقى لحد ما تعمل جزء تاني علشان نعرف ايه اللي هيحصل بعد كده، عايزك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتقولوا لي عايزين تشوفوا ايه على قناتكم. واحلى سلام من حوت الافلام.